وبعد حلقة الفنان عمرو محمد علي شقشق في مسلسل أرابيسك، والفنانة جيلان علاء بطلة الضوء الشارد. وهسيب لكم لينك الحلقة في صندوق الوصف. لسه مكملين معاكم سلسلة نجوم ظهروا ولمعوا وحققوا نجاح كبير واختفوا فجأة. وأول نجم معانا النهاردة بطل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، الفنان حسام عادل. ولد الفنان حسام عادل سنة 1973. اتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية. بدأ مسيرته الفنية من طفولته. شارك في عدة أعمال درامية، منها شارع الموارد، هارون الرشيدي. ولكن أشهر أدواره دور ناجي السماحي في مسلسل ليالي الحلمية، ودور عبد الوهاب في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي. ابتعد الفنان حسام عادل عن الفن، ولم يذكر سبب ابتعاده. أما عن حياته الشخصية، اتعين الفنان حسام عادل في وزارة الثقافة، ويشارك في دوبلاج صوتي، وتزوج من الفنانة مي عصام. وتاني نجمة معانا الفنانة مي عصام، وهي زوجة الفنان حسام عادل. ولدت سنة 1980. بدأت حياتها الفنية من الطفولة، من خلال مشاركتها في برنامج الأطفال التلفزيوني البرلمان الصغير. ولكن من أشهر أدوارها دور هدى جمال عبد الناصر مع الراحل أحمد زكي في فيلم ناصر 56 سنة 1996، ودورها مع المخرج يوسف شاهين في فيلم المهاجر سنة 1994. وابتعدت مي عصام عن الفن، وتفرغت لأولادها ولعملها مع الفنان حسام عادل في الدوبلاج الصوتي. وتالت نجمة معانا الفنانة حنان عادل، وهي الأخت الكبرى للفنان حسام عادل. ولدت سنة 1971 بالقاهرة. بدأت حياتها الفنية وهي عمرها 6 سنين في الإذاعة مع أبلة فضيل، وظهرت في أغنية أبريق الشاي مع سيد الملاح. وهي أول طفلة يصدر لها ألبوم غنائي باسمها سنة 1978. اشتركت في عدد من الأعمال، ومن أشهر أدوارها دور سحر في مسلسل ضمير أبلة حكمة. وأثناء تصوير المسلسل تعرفت على زوجها المقير محمد عبد الحميد، وتزوجت وأنجبت أبنائها آية ومحمد. وابتعدت عن التمثيل، وابنها الفنان الشاب أحمد عبد الحميد ظهر في مسلسل جزيرة غمام ومسلسل نسل الأغراب. وكان آخر ظهور للفنانة حنان عادل في حوار تلفزيوني سنة 2018. أتمنى تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة على اليوتيوب، ولايك ومتابعة وشير على صفحتي على الفيسبوك.